يا ترى ايه السبب ورا انتشار كورسات البرمجة بشكل كبير جدا في الفترة الحالية؟ وهل هي فعلا حاجة مفيدة تقدر تستفاد منها لو اتعلمتها او علمتها لاولادك ولا لا؟ في البداية سبب ان انا اعمل الفيديو ده هو ان لاحظت في الفترة الاخيرة اقبال شديد جدا على موضوع البرمجة، خصوصا من اولياء الامور، ولكن اتحداك اذا كان في ولي امر يعرف بجد يعني ايه برمجة، او حتى طريقة تعليمها بتتم ازاي، وهل تعليم حاجة زي دي هتكون مرغوب فيها بالنسبة لاولاده ولا لا؟ وكمان 5 أو 10 سنين بعد ما تتعلمها المستقبل فيها هيكون شكله ازاي؟ والاهم من كده ايه هي الحاجات التانية اللي اقدر اتعلمها غير البرمجة وكمان اقدر استفاد منها في وقت قليل؟ دي ان شاء الله كل الاسئلة اللي هنحاول نجاوب عليها النهاردة. مبدئيا لازم تكون عارف حاجة مهمة جدا بخصوص البرمجة، وهي ان تعليمها بيكون صعب وممل جدا جدا، بمعنى انك ممكن تقعد سنين تدرس وتتعلم برمجة علشان بس تتعرف على الاساسيات، وطبعا طول الفترة دي هتكون بتصرف فلوس كتير جدا على الكورسات او مراكز التعليم اللي انت بتتعلم منها. فلو بتدور على حاجة تتعلمها وتكون مصدر دخل ليك في وقت قصير فالحاجة دي مش البرمجة. تقدر تشوف حاجات كتير تانية اسهل من البرمجة، زي المونتاج او الديجيتال ماركتينج او حتى الترجمة لو انت مستواك كويس في اللغة. طب نفترض ان انت مش فارق معاك الوقت وكمان معاك الفلوس الكفايه اللي تخليك تعمل كده. اولا يا سيدي ربنا يزيدك، ثانيا بقى وده الاهم، هل انت شايف ان تعليم البرمجه بالملل والصعوبه اللي احنا قلنا عليه من شويه ده هيكون مناسب معاك ولا لا؟ وهل هيكون مناسب تعليمها مع ابنك او بنتك لو انت ولي امر؟ مهم جدا نجاوب على السؤال ده. طب السؤال المهم بقى واللي الناس كلها بتهتم بيه، هل البرمجه ممكن تعمل لي دخل كويس؟ هقول لك طبعا البرمجه بتعمل دخل كويس جدا كمان، بس للاسف بدات الشركات ما تعتمدش على اشخاص او مبرمجين في الوقت الحالي، وده بسبب الذكاء الاصطناعي والتطور اللي احنا بقينا فيه. فبدات الشركات تعتمد على حاجات بالذكاء الاصطناعي، فعمل كود معين او اي حاجه تخص البرمجه. فاللي عايز اقوله في النقطه دي هو ان التطور والذكاء الاصطناعي اللي حوالينا خلى الطلب على البرمجه يقل. خليني كمان اصدمك بحاجه تانية، وهي ان حتى الطلب القليل ده بقى يروح للناس اللي عندها خبره اكتر في البرمجه، اللي هو الشخص اللي قدر يتعلم برمجه مثلا من 10 سنين فاتوا، ايام ما كان لسه موضوع البرمجه ده مش منتشر زي دلوقتي. يعني انا من وجهه نظري مثلا شايف ان دول اكتر ناس قدروا يستفادوا من موضوع البرمجه، ولسه كمان هيقدروا يستفيدوا اكتر واكتر. انا مؤمن بحاجه كده بتبعها في اي حاجه بتعلمها جديد، وهي ان كل ما قل انتشار الحاجه اللي انت عاوز تتعلمها كل ما كان عندك فرصه اكبر في ان انت تنجح فيها. نرجع بقى لموضوع البرمجه بتاعنا، نقول مثلا لو انت بدات تتعلم برمجه دلوقتي، نقول هتاخد مثلا 5 أو 10 سنين عشان تقدر تتعلم البرمجه، وقدرت ان انت تكون شخص متمكن في المجال ده، وهتبدا رحله الانطلاق في مجال العمل. وبالتالي اي شركه عاوزه مبرمج، بالتالي اي شركه عايزه مبرمج وهتقارن بينك وبين اي شخص تاني اكيد هتختار الشخص اللي عنده خبره، ففرصتك في ان انت تاخد شغل هتقل اكتر. كفايه بقى كلام محبط، وبعيدا عن كل الكلام المحبط اللي انا قلته في بدايه الفيديو، لو انت وصلت لنهايه الفيديو وقررت فعلا تتعلم برمجه او حتى تعلمها لاولادك، فلازم تخلي بالك من حاجه مهمه جدا، والحاجه دي هي اختيار المصدر الصح اللي انت تتعلم منه الحاجه دي. لان للاسف في الفتره دي بقى في مصادر تعليم كتير جدا، خصوصا في حاجة عليها بروباجندا كبيرة زي البرمجة. يمكن زمان كانت المشكلة او المعاناة في قلة المصادر اللي انت ممكن تتعلم منها حاجة معينة، ولكن دلوقتي المعاناة الحقيقية بقت في كتر المصادر اللي حواليك واللي ممكن تشتتك وما تبقاش عارف تختار منها حاجة. وللأسف انا ما عنديش معلومة كافية عن المصادر اللي ممكن تتعلم منها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.